واحد في ألبرتا قاعد في بيته بيقبض آلاف الدولارات شهريا من العمل الحر، من غير ما ينزل في التلج ومن غير شهادة كندية ومن غير خبرة سنين. وواحد تاني في مصر قاعد في بيته في القاهرة بيشتغل لعميل كندي وبيقبض برضه بالدولار. ده مش حظ ومش سحر، دول 4 مجالات السوق الكندي عطشان ليهم دلوقتي، وأصحاب الأعمال مستعدين يدفعوا فيهم كاش وبسعر عادل. هقسم الفيديو ده لأجزاء واضحة جدا. أول حاجة، أسهل 4 مجالات مطلوبة جدا في السوق الكندي بشرح تفصيلي. تاني حاجة، المنصات والمواقع الحقيقية والسر اللي يخلي العميل الكندي يختارك انت بالذات. تالت حاجة، استراتيجية التسعير الذكية اللي هتخلي العميل يوافق يشتغل معاك فورا. رابع حاجة، الشق المالي الكامل، القبض، التحويلات، والتعامل مع الضرائب سواء كنت جوه كندا أو بره كندا. وفي الآخر هرد على أكتر الأسئلة اللي بتتكرر عندي في التعليقات عن العمل الحر. يلا بينا نبدأ. الجزء الأول، 4 مجالات السوق الكندي عطشان ليهم. قبل ما ندخل في أي منصة لازم تجاوب على السؤال الأساسي: إيه الشغل اللي أقدر أقدمه وتكون الشركات أو أصحاب الأعمال في كندا مستعدين يدفعوا لك فيه بالساعة أو بالمشروع؟ السوق الكندي فيه نقص ضخم جدا في العمالة الرقمية والخدمات المصغرة. أصحاب الشركات هنا وقتهم غالي جدا وبيدوروا على ناس تنجز لهم المهام دي أونلاين وبدقة. أهم 4 مجالات حاليا: المساعد الافتراضي، الفيرتشوال اسيستنت. تخيل طبيب أسنان أو سمسار عقارات أو صاحب شركة مقاولات صغيرة في كالجاري أو ترونو، يومه مليان مواعيد ومعاينات. هو محتاج حد يمسك له تنظيم الإيميلات دي ويترجم له رسائل الواتساب، يرد على استفسارات العملاء في الصفحة بتاعته، ويظبط له الجوجل كالندر. المهارات المطلوبة: إنجليزي متوسط لجيد، وتعرف تتعامل مع الإكسل وإيميلات جوجل أو الأوتلوك. المقابل: البيزنس الكندي بيدفع المساعد الافتراضي سعر بيبدأ تقريبا من 18 أو 20 دولار، وبتزيد مع زيادة المهام والخبرة، وطبعا ده في الساعة. صناعة وتعديل الفيديو إديتنج والريلز. المطاعم، المحلات التجارية، وشركات الخدمات في كندا بقت بتعتمد بشكل كبير على التيك توك والإنستجرام ريلز لجلب الزبائن. المطعم محتاج فيديو كل يومين يعرض الوجبات بتاعته. المهارة المطلوبة: لو بتعرف تعمل مونتاج سريع ونضيف على أي برنامج من برامج الإيديتنج وتحط نصوص ملونة ومؤثرات صوتية بسيطة، أنت كنز بالنسبة لهم. العميل ممكن يدفع لك أرقام بتبدأ من 20 أو 25 وبتوصل لأعلى بكتير على حسب تعقيد المونتاج واحترافيتك. الترجمة وصياغة المحتوى، الترانسليشن والكوبي رايتنج. كندا فيها جاليات عربية ومؤسسات كبيرة جدا بتقدم خدمات للمهاجرين العرب، بالإضافة لمحلات تجارية بتستهدف المجتمع العربي. دايما محتاجين ترجمة المنشورات وإعلانات وصفحات مواقع، أو حتى صياغة إيميلات رسمية من عربي لإنجليزي أو العكس. إدارة المتاجر الإلكترونية، e-commerce management. غالبية أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة في كندا بيفتحوا متاجر على شوبيفاي. هم محتاجين حد ينزل صور المنتجات ويكتب الوصف بأسلوب احترافي وجذاب، يتأكد من المخزون ويثبت الأسعار. دي مهارة تقدر تتعلم أساسياتها في 2-3 من على اليوتيوب وتبدأ تقترح خدماتك فورا. الجزء الثاني، المنصات الحقيقية والسر اللي بيكسر الجليد. دلوقتي السؤال اللي بيلف في دماغك: أروح فين عشان ألاقي الشغل ده فعلا ومن غير ما يتنصب عليا؟ بعيدا عن أوهام السوشيال ميديا، دي المنصات الحقيقية الرسمية: Upwork، Fiverr. دول أقوى منصتين. بس الخدعة الذكية هنا لما تدخل تعمل سيرش على Upwork، افتح الفلتر واختار المكان كندا. العملاء الكنديين بيحترموا المواعيد، التعامل معاهم راقي، وبيسددوا المستحقات بانتظام. انديد كندا أو جوب بانك. ادخل على انديد كندا واكتب مهاراتك في خانة المسمى الوظيفي، وفي خانة المكان اكتب كلمة ريموت أو work from home. هتشوف مئات الفرص للعمل سواء الجزئي أو بالقطعة أو بالساعة. جروبات الفيسبوك للبيزنس المحلي. لو انت جوه كندا ادخل على الجروبات الخاصة بمدينتك. أصحاب المحلات بيحطوا بوستات دايما بيدوروا على حد يمسك لهم السوشيال ميديا أو يعمل لهم تصميم بدوام جزئي. والسر اللي وعدتك بيه في طريقة التقديم: لما تيجي تراسل أي عميل كندي بلاش السي في الأكاديمي من 5-6 صفح. العميل الكندي بيحب الحاجة المباشرة والواضحة. ابعت له رسالة قصيرة من 4-5 سطور بس: انت مين ومهاراتك الأساسية، المشكلة اللي هتحلها له. مثلا: هساعدك توفر 5 ساعات أسبوعيا في تنظيم الإيميلات. رابط نماذج بسيطة وسريعة من شغلك، البورتفوليو. وأهم حاجة الجملة السحرية:
انا جاهز اعمل لك اول مهمة او اول فيديو تجربه مجانا بدون اي التزام. الجملة الاخيرة دي بتبدد كل المخاوف العميل الكندي وبتخليه يجرب يشوف شغلك بدون اي مخاطر مالية عالية. الجزء الثالث، ازاي تسعر شغلك بذكاء. علشان العميل الكندي يوافق عليك وما يترددش لازم تسعر شغلك بذكاء شديد جدا. لو لسه جديد ومفيش تقييمات، ابدأ بسعر منافس يناسب سوقك في الأول ويضمن لك إنه يكسر لك الجليد الأولاني. هدفك الأول والأهم مش الفلوس، هدفك هو تقييم 5 نجوم ريفيو، وده بيثبت في البروفايل بتاعك. بعد أول شغلتين ارفع سعرك للحد الطبيعي للخدمة اللي انت بتقدمها، لأن التقييمات القديمة بتديك قوة إنك تعرف تتفاوض بطريقة أحسن. استراتيجية السعر المقطوع، الفلات ريت، ودي هي الأذكى دايما. بدل ما تقول للعميل أنا باخد المبلغ الفلاني في الساعة، قول له هعمل لك إدارة كاملة للإنستجرام و10 فيديوهات ريلز شهريا بمبلغ كذا. ده اسمه سعر المقطوع، وبيريح العميل الكندي جدا لأنه بيخليه عارف مصاريفه الشهرية بالظبط كام من غير مفاجآت. وبيريحك انت لأنك لما تحترف المهارة دي هتعمل الفيديو في 10 دقايق وتكسب نفس المبلغ. الجزء الرابع، الشق المالي الكامل والضرائب، CRA. نيجي لأهم نقطة بتشغل بال الكل واللي كتير بيغلطوا فيها، ازاي تقبض وتتعامل مع الضرائب. لو انت بره كندا تقدر تستلم مستحقاتك بسهولة عن طريق منصات زي الوايز أو بيونير أو باي بال. الحسابات دي بتديك حساب بنكي افتراضي بتقبض عليه بالدولار، وبعدين تحول الفلوس لعملتك المحلية في بلدك بأسعار صرف ممتازة وبدون تقييد. لو انت جوه كندا الفلوس بتدخل مباشرة على حسابك البنكي الشخصي، سواء عن طريق الاي ترانسفير او التحويل البنكي. بس خلي بالك من نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى، الضريبة على الدخل. العمل الحر في كندا بيتحسب self-employment income. يعني الفلوس دي بتدخل لك صافية من غير ما يتخصم منها ضريبة من المنبع، مش زي مرتب الوظيفة الثابتة. الحل العملي، شيل دايما من 15 ل 20% من الدخل ده وحطه في حساب توفير جانبي. خد بالك من التفصيلة دي بالذات. ميعاد دفع أي ضريبة مستحقة عليك هو 30 إبريل حتى لو أنت self-employed. لكن موعد تقديم الإقرار الضريبي نفسه بيمتد ل 15 يونيو. يعني جهز فلوسك وادفع اللي عليك قبل 30 إبريل وبعدين قدم الأوراق لحد يونيو من غير ما تستعجل ولا تتلخبط في المواعيد. النقطة التانية، تسجيل GST والHST. لو دخلك السنوي من العمل الحر ده عدى 30,000 دولار كندي خلال 4 أرباع متتالية أو سنة زي ما احنا بنقولها، يبقى إلزامي عليك قانونيا إنك تسجل في نظام GST والHST وتضيف الضريبة دي على فواتير العملاء بتاعتك. النقطة دي كتير من المبتدئين بينسوها في الأول، بس لما مشروعك يكبر لازم تاخدها بجدية علشان ما تعملش مشاكل مع CRA. أجمل حاجة في كندا كفريلانسر إنك تقدر تخصم مصاريف شغلك من الضريبة دي بشكل رسمي وقانوني 100%، زي نسبة من فاتورة الإنترنت والكهرباء في البيت، اللابتوب أو الكمبيوتر أو المعدات اللي أنت اشتريتها عشان تعمل بيها الشغل ده، اشتراكات البرامج زي الأدوبي أو الفاينل كات أو الكاب كات برو. كل دول هتقدر تقدم الفواتير بتاعتهم وتضيفهم على الضرائب فيقدروا يتخصموا منهم. الجزء الخامس، الأسئلة اللي بتجيلي دايما في التعليقات. نيجي لأكتر الأسئلة اللي بتتبعت لي وبتتكرر في التعليقات دايما عن الشغل الأونلاين. السؤال الأول، هل لازم لغتي الإنجليزية تكون 100% ممتازة علشان أقدر أشتغل في كندا؟ لا، مش شرط. المهم تكون بتقدر تفهم العميل عاوز إيه منك وبتقدر تعبر عن شغلك بوضوح. أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التصحيح بتساعدك دلوقتي تكتب الإيميلات الاحترافية بدون أي مشكلة حتى لو لغتك متوسطة. السؤال التاني، هل ينفع اشتغل الشغل الحر ده جنب شغلي الاساسي او دراستي في كندا؟ طبعا تقدر. العمل الحر بيتميز بالمرونة بتاعته، تقدر تخصص له ساعة او ساعتين كل يوم بالليل من البيت، وده بيعمل لك دخل اضافي محترم يغطي مصاريف الاكل والفواتير بدون ما يأثر على شغلك او دراستك. السؤال الثالث، هل الشغل الحر محتاج تسجل شركة رسمية في كندا من اول يوم؟ الإجابة بكل بساطة لا طبعا. في كندا تقدر تشتغل تحت اسمك الشخصي solo proprietor. لحد ما دخلك يزيد ويعتبر مبلغ كبير. فاكرين نقطة 30,000 دولار في السنة؟ ساعتها تقدر تفكر تسجل شركتك أو على الأقل تسجل GST والHST. ابدأ باسمك الشخصي فورا من غير تعقيدات الورق. السؤال الرابع، لو أنا بره كندا هل الشغل الحر مع عميل كندي بيديني فيزا أو إقامة؟ للأسف لا. الشغل الحر أونلاين هو علاقة تجارية بتبعت فيها خدماتك وبتاخد مقابلها فلوس. هو مش عقد عمل وظيفي ولا برعاية شركة.
لكن مميزته انه بيديك دخل قوي بالعملة الصعبة، وبيعمل لك خبرة وسيرة ذاتية بتساعدك في المستقبل. خليني اقول لك جملة مهمة: الفرق بينك وبين الشخص اللي بيقعد في بيته وبيقبض بالدولار مش في الموهبة ولا في الشهادة ولا في الخبرة. الفرق الوحيد انه عرف الخريطة وقرر يبدأ. دلوقتي انت عارف الخريطة كاملة من الألف للياء. القرار في ايدك. اكتبولي في التعليقات تحت انا هبدأ بأنهي مهارة، وهي دي اللي هتدخلني السوق الكندي. وزي ما انتوا عارفين انا بقرا كل التعليقات وبرد عليها، وما تنسوناش من اللايك الجميل Smash that like button. وانكم تشتركوا في القناة. ولو عندكم صاحب سواء في كندا او بره كندا بيدور على فرصة ان هو يزود دخله بطريقة سهلة، شير الفيديو معاه. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعين الواقع. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي أنا لسه مكمل. لايف ان كندا أرضي قصتي للأفضل.